السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهارده هيكون مهم ومميز جدا علشان خاطر الحيرة اللي احنا احترناها لما جينا نفكر نطلع فندق من فنادق الغردقة متوسطة القيمة السعرية، وحبينا نعرف تقييم كل فندق بالظبط. تهنا وما عرفناش بالظبط التقييمات، وما كانش في فيديو كامل لاخر حاجة، يعني اللي بتلاقيه جايب الفندق مش جايب المطعم، اللي بتلاقيه جايب المميزات مش جايب العيوب. الفيديو ده ان شاء الله هيكون فيه مميزات الفندق كلها وفيه عيوب الفندق كلها. هنلاقي الكلام ده كله موجود اثناء الفيديو، يعني مش هنقول الحاجات دي في النص ولا في الاول ولا في الاخر. كل ما يجي مكان من اماكن الفيديو هنقول الحلو والوحش فيه. اللي قدامنا دلوقتي في الفيديو ده فندق بليند، وده الفندق الاصغر فيه حمام سباحه واحد بس، هنشوفه خلال الفيديو برضو. فندق كاليميرا هو الفندق الاكبر واغلى في الفئه السعريه من الفندق ده. طبعاً زي ما انتم شايفين كده فندق كاليميرا طبعا شكله اعظم واكبر وافخم، وطبعا في بارك السيارات المشترك اللي موجود ما بين الفندقين زي ما احنا شايفين كده. الغرفة الدبل في الفندق في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي هو في خلال شهر 8 او في نص شهر 8 بالظبط سنة 2024، كانت الغرفة الدبل من خلال شركة سياحة كانت عاملة في اليوم 4800 جنيه. فندق كاليميرا كانت الغرفة الدبل فيه بتوصل في حدود ال 7000 جنيه تقريبا. البوابة على شكل هرم دي بتكون البوابة اللي بيتم دخول الفندق من خلالها، وهي بتدخل على فندق كاليميرا وفندق بليند. ودي مجموعة من الفنادق اللي كانت بتشتغل زمان تحت مسمى جولدن فايف، ووقفت لفترة بسبب حدوث بعض المشاكل الخاصة بالملاك. اول حاجه هنراجعها في الفيديو وهي الغرف. طبعا الغرف اللي احنا كنا واخدين الغرفه الدبل. الغرفه الدبل طبعا زي ما انتم شايفين هتلاقي الغرفه فيها 2 سرير، طبعا فيها تسريحه، فيها ثلاجه بار، فيها دولاب ضرفتين، والدولاب الضرفتين ده بيكون موجود فيه خزنه. وطبعا الغرفه طبعا مش حجمها احسن شيء يعني، ولكن هي مرضيه وكويسه جدا، لان معظم الوقت هي بتكون في البحر، يا بتكون في الاكوا بارك، يا اما بتكون في البسين، يا اما بتكون في اللوبي. لان الواي فاي هنا مش شغال غير في اللوبي بس، مش شغال في الغرف طبعا. فبالتالي قعدتك في الغرفه ما لهاش اي لازمه خالص، لكن هي مرضيه كمساحه بالنسبه للاقامه او بالنسبه للمعيشه والنوم. الحمام بتاع الغرفه مساحته كويسه، ولكن كابينه الشاور بتاعه الحمام صغيره شويه، يعني الناس اللي اوزانها كبيره شويه، اللي هو وزنه معدي ال 130، الناس الضخمه شويه، هيبقى واقف في الكابينه مزنوق او مش واقف مرتاح فيها قوي. لكن لو الاوزان العاديه لحد 130 كيلو كده هتبقى واقف في الكابينه متعامل، والدنيا ظريفه وكويسه جدا. الحمام طبعا نظيفه جدا، ومستوى نظافه الاوضه فوق الروعه يعني. اللي قدامنا دي السلالم اللي بتؤدي الى الغرف، وهو المبنى بيكون مكون من ارضي واول وتاني، واحنا كنا ساكنين في الدور التاني والاخير. طبعا بالنسبه للناس الكبيره ممكن يفضل بالنسبه له ان هو يحجز في الدور الارضي، فهيكون الموضوع بالنسبه له افضل شويه. وطبعا ما تخافش من الحشرات او من الكلام ده، الفندق خلال فتره الاقامه بتاعتنا فيه فندق نظيف جدا، سواء في مطاعمه سواء في الغرف سواء في الحمامات. ما فيش نظافه احسن من كده. دخلت فنادق كتير والله مستوى النظافه عندهم فعلا اعلى من الفايف ستار كمان. طبعا بالنسبه للغرف زي ما انتم شايفين اللي في الدور الاخير اللي احنا كنا واخدينها، الشمس ممكن تكون ضاربه في الغرفه جامد، فبالتالي التكييف لو هتعتمد على انك هترفع الكارت من الكهرباء وتمشي رسمي، وكل ما تخرج من الغرفه تطفي انوارك كلها، فبالتالي هتيجي تخش الغرفه هتلاقي ان التكييف محتاج ياخد وقت جامد علشان خاطر يحسسك بان الجو في الاوضه كويس جدا. فاحنا خلال فتره الاقامه بتاعتنا احنا كنا قاعدين 3 ايام، سيبنا الكارت في الكهرباء على طول بحيث ان التكييفات تكون شغاله دايركت، فبالتالي كل وقت تخش الغرفه تلاقي جو الاوضه جميل، مش محتاج انك تاخد وقت لحد ما تحس بان التكييف كويس. لان طبعا في شهر 8 الجو في الغردقه بيبقى حر جدا. هو هناك في هواء، وهواء شديد جدا مش موجود في اي مكان، ولكن هواء سخن، والشمس طبعا حارقه، فبالتالي محتاج انك تسيب الكارت في الكهرباء دايما، سواء خرجت او سواء موجود، علشان خاطر دايما تلاقي جو الاوضه كويس وجو الاوضه لطيف. اللي قدامنا في الفيديو ده طبعا البسين الرئيسي الموجود في الفندق. وطبعا للوهله الاولى لما انا شفته في الفيديوهات تخيلت ان انا طبعا مش هعرف استمتع بنزولي في البسين نهائي، وان الدنيا هتبقى زحمه جدا، وان انا انسى خالص ان افكر احط رجلي فيه. ولكن نزلت فيه في وقت جميل جدا واستمتعت بيه انا والولاد. الاشغال اللي موجود في الفندق هناك 95% او 97% تقريبا منه اجنبي، فبالتالي كل واحد بيديك مساحتك، كل واحد بيديك خصوصيتك وانت موجود في البسين. مفيش الدوشه، مفيش الحاجه اللي ممكن تضايقك وانت موجود في البسين. هتحس ان انت واخد مساحتك الكافيه بالنسبه لك، وان الدنيا بالنسبه لك كويسه جدا حتى لو في ناس نازله معاك في البسين. لان يعني طبعا الاكتيفيتي اللي موجوده الصبحيه في الفندق هتكون ما بين ناس قاعده في اللوبي عشان خاطر بتبعت رسائل او بتتابع الايميلات بتاعتها او الفيس بتاعها او الكلام ده كله، ما بين ناس موجوده في الاكوا بارك، ما بين ناس موجوده في البحر، ما بين ناس موجوده في مطعم السناك اللي شغال على البحر من الساعه 10 تقريبا لحد الساعه 5، وده برضو هنقوله في الفيديو واحنا شغالين. فبالتالي هتلاقي الاشغال اللي موجود في الفندق متوزع ما بين الكلام ده كله، فبالتالي انت اي وقت هتنزل فيه البسين هتلاقي نفسك مستمتع وقاعد كويس ومفيش عندك اي مشكله خالص. خصوصياتك محدش جرحها، واخد مساحتك كويس جدا، اتبسطت وقعدت في وقت جميل في البسين، مفيش بالنسبه لك اي مشكله فيه خالص.
البيسين ده بالليل طبعا ليه قعدات كويسه بتكون عليه، بيبقى فيه اضاءات ظريفه، وبالتالي فيه مراكب صغننه جدا او لانشات صغيره جدا، على ايا كان المسمى، صح المسمى اللي انا قلته او لا يعني. الحاجات دي اعتقد بتكون برسوم اضافيه، لان انا ما جربتش ان انا اسال عليها، ولكن زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا الاطفال بتركبها وبتستخدمها. هي شغاله بالبطاريات، وهي طبعا حاجه ظريفه واوبشن جميل جدا بيكون موجود على البسين، بيديك يعني منظر كويس وانت قاعد برضو على البسين، وحاجه مسليه. ودي حاجه من ضمن الاكتيفيتي اللي ممكن الاطفال تستخدمها بالليل مع صالات البلياردو طبعا اللي موجوده في الفندق والحاجات دي كلها. نيجي لجزء مهم من اجزاء الفندق وهو اللوبي. اللوبي طبعا مساحته ما شاء الله كبيره قوي، واللوبي هو المكان اللي هيبقى فيه الواي فاي المتاح هنا في الفندق. طبعا في بار، البار ده بيكون فيه طبعا المشروبات سواء كانت كولا او كان فيه العصاير او كان فيه بالنسبه للاجانب البيره والكحوليات والكلام ده كله. طبعا في القاعه الخاصه بالبلياردو، وبيكون فيها طبعا بعض الكراسي اللي موجودين وشاشه عشان خاطر لو في حد عنده برزنتيشن او عنده اي حاجه ممكن بيعملها في القاعه الصغيره دي. وطبعا زي ما انتم شايفين حاولنا نجيب الاركان الخاصه باللوبي قدر الامكان كلها، ولكن طبعا يعني احنا حاولنا نصور بدون جرح خصوصيه الناس، خاصه ان احنا مش واخدين اذن بالتصوير دوت، يعني طبعا يعني الكلام ده كله على عهدتنا احنا، والكلام ده كله ملوش اي علاقه باداره الفندق. الكلام مش موجه، بمعنى اصح ان احنا بنقول راينا في الحاجات السيئه والحاجات الكويسه في الفندق، ولحد الاخر هتطلعوا من الفيديو كله بالحاجات الكويسه اللي في الفندق، والحاجات اللي مش كويسه هتقدروا تاخدوا القرار الفعلي ان كان الفندق ده مناسب بالنسبه لنا او مش مناسب بالنسبه لنا. طبعا في اللوبي التكييف اللي موجود فيه مش احسن حاجه، بمعنى اصح يعني لو من الناس المتعودين يعيشوا في القاره القطبيه الجنوبيه زي حالاتي كده، يعني عايز تبقى قاعد في تكييف اكنك قاعد في الفريزر، فده مش هيكون بالنسبه لك احسن شيء. ولكن هو بالنسبه للناس اللي بتحب تخلي التكييف على 28 و26 وكلام زي كده، ما اعرفش الناس دي بتعيش ازاي، طبعا هيبقى الكلام ده مناسب بالنسبه لهم جدا، وهتبقى الدنيا ظريفه وحلوه وهيعرف يتعايش والدنيا هتبقى جميله قوي. طبعا ده كله بسبب ان حجم الريسبشن كبير قوي، وفي نفس الوقت عندك كذا باب مفتوحين على المكان. وطبعا المطعم الرئيسي اللي بيغذي الفندق كله طلعته بتكون من الريسبشن، وده المكان الوحيد اللي ممكن يكون له اسانسير في الفندق. المطعم طبعا هنطلعه دلوقتي من السلم المخصص ليه في اللوبي، هنشوف المطعم عامل ازاي، ودي من الاماكن المهمه قوي اللي هنركز عليها اثناء التصوير بتاعنا. نيجي بقى لنقطه من النقط المهمه جدا بالنسبه لاقامتنا في اي فندق، وهي البوفيه. طبعا البوفيه هنا في الفندق ده يكاد يكون متميز جدا 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 جدا، لان الحمد لله نزلت في فنادق مميزه جدا زي الهيلتون والسندباد، وفنادق من الفنادق اللي ليها اسماء كبيره في الغردقه في الوقت الحالي، واللي يصعب على بعض الناس ان هي تقدر تنزل فيها في الوقت الحالي، نتيجه ان الاسعار بتاعتها طبعا بقت مبالغ فيها جدا. يعني فندق زي فندق السندباد النهارده علشان تاخد فيه غرفه دبل مش هتبقى اقل من 10000 جنيه في اليوم الغرفه الدبل، فاحنا بنتكلم في النهارده بنحكي في فندق 4800 جنيه، وفندق ب 10000 جنيه، يعني احنا بنحكي في نص القيمه تقريبا. ولكن المفاجاه بقى هنا في البوفيه لما جيت ادخل فيه وجرب اكل الاكل بتاع البوفيه، ما شاء الله يعني البوفيه يتعدى كل الفنادق اللي احنا بنتكلم عليها دي، بجد 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 يسلم ايديهم. اكل فوق الممتاز، اكل متنوع وجميل جدا، التيست بتاع الاكل تحفه، عندهم لحوم ملهاش حل، عندهم شيفات يسلم ايديهم فعلا بالشغل اللي هم بيعملوه، ناس مهتمين بالجست اللي موجود عندهم قوي، الناس معاملتها حلوه جدا، اي واحد بتخش تتكلم معاه بيبتسم ليك جدا وبيدلك على اللي انت طالبه بالظبط. وفي نفس الوقت وانت قاعد بتاكل بتلاقي الشيفات جايه لحد عندك وانت قاعد على الترابيزه، يسالوا المصري ويسالوا الاجنبي، مفيش عنصريه هناك، يعني مش بيخصص. يعني في بعض الفنادق في ناس بتشتكي منهم ان الستاف اللي موجود بيهتم بالتعامل مع الاجنبي اكتر، او بيكون معاملته مع الاجنبي احسن، ولكن ده انا ما شفتوش هناك خالص، كله بيتعامل سواسيه، المعامله بتاعت الناس كويسه جدا، اسلوب حلو جدا، ناس محترفين جدا في الاكل اللي هم بيعملوه، ناس محترفين جدا في البوفيه بتاعهم، عندهم اصناف متعدده وكتيره جدا من الحلويات، ميني جاتو، الجاتوهات، التورت، طبعا الزلابيه وصوابع زينب وبلح الشام وحد واقف بيقطع بطيخ للناس وفروت سلطات وعنب وكانتالوب وكل الاصناف اللي ممكن تتخيلها من ناحيه الفواكه ومن ناحيه الحلويات اللي كل ما تشتهيه هتلاقيه طبعا موجود هناك. هتلاقوا طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا جبنا لكم مقتطفات من الفطار والغداء والعشاء، 3 انواع من اللي ممكن يكونوا موجودين في اليوم، علشان خاطر يبقى عندكم اوفر فيو كامل على
البوفيه بتاعهم من الصبح بالليل. طبعا اللي عايز بقى يجري البوفيه زي ما هو عايز، لان انا طبعا مصور الثلاث وجبات كلهم ورا بعضيهم علشان خاطر تبقى الناس عاشت معانا وشافت المطعم بيقدم ايه بالظبط. انا لما كنت بتفرج على فيديوهات ما كنتش بلاقي حد بيعمل الكلام ده تفصيليا. انا طبعا اديني حريه الاختيار، ان كنت اتفرج او كنت اجري الفيديو اختار اللي انا محتاجه في الفيديو اسمعه، واللي انا مش محتاجه ما اسمعوش. ولكن للاسف ما كنت بلاقي فيه فيديوهات كتير ناقصه في تفاصيل كتير من التفاصيل الموجوده، واللي محتاج انا اعرف عنها كويس عشان اعرف الفيديو دوت فعلا قيم لي المكان مظبوط او لا، او المكان ده يستحق ان انا اروح وادفع فيه فلوس واضرب المشوار المحترم ده. علشان خاطر انا شخصيا من بيتي لحد هناك المشوار تعدى معايا ال 500 كيلو. طبعا في مشكله واحده بالنسبه لي قابلتني في المطعم هنا، وهي برضو ضعف التكييف زي الموجود برضو في اللوبي. خاصة انك طبعا لو التكييف مثلا ضعيف وانت قاعد في اللوبي، فانت بتكون قاعد في مكانك مفيش اي مجهود بتبذله، فشويه بتلاقي نفسك جسمك تأقلم مع المكان وبتلاقي نفسك قاعد ومتعايش والدنيا تمام يعني. ولكن بالنسبة طبعا للمطعم فانت في حركة بتتم، بتقوم عشان خاطر تجيب اكلك وترجع، نسيت حاجة بترجع تجيبها تاني، ترابيزتك ممكن تكون بعيدة شوية عن المكان بتاع البوفيه، فبالتالي بتلاقي نفسك طبعا وانت قاعد حاسس بحر شوية. خاصة زي ما قلت لكم انا حد من الناس اللي هوايه التكييف قوي، فبالتالي الموضوع ده ممكن يفرق معايا شويه عن اي حد تاني، والموضوع يتفاوت من واحد لواحد. ولكن في الاول وفي الاخر الكلام ماشي يعني. لكن طبعا يفضل، وده طبعا نصيحه لاداره الفندق نفسها، لان الحاجات البسيطه اللي احنا بنحكي عليها دي ممكن تخلي ناس كتير تحجب على انها تروح مكان زي دوت. فبالتالي يعني يفضل ان يكون في اهتمام بالتكييف شويه، سواء كان في اللوبي او في المطعم على الاقل، حتى لان الشيفات معظمهم اللي شغالين بيكونوا طبعا عرقانين خالص وهم شغالين. في حد ممكن ما يتقبلش الاكل بالطريقه دي كده، لانه شايف الشيف اللي بيقدم له الاكل طبعا عرقان وهو بيقدم الاكل، لان طبعا الراجل واقف فيه نار وراه وفي صهد وراه بيتحرك حركه طبعا بيخدم الالافات اللي موجودين دول كلهم. فبالتالي الحركه المطلوبه منه غير طبيعيه مع كميه التكييف اللي موجود ده. فبالتالي طبعا الراجل بيظهر عليه مظاهر العرق على جبهته على هدومه على كل حاجه، فالدنيا طبعا ما بتكونش اظرف حاجه في اللقطه دي. فدي طبعا مهمه جدا جدا ان هم ياخدوا بالهم من ديت، ومهمه جدا ان هم يوفروا تكييفات كويسه في المطعم علشان خاطر الجست يبقى مرتاح. وقبل اي شيء شكل الشيف اللي بيقدم الاكل يبقى شكله كويس عشان خاطر يفتح نفس اللي بياخد منه الاكل او اللي بيتقبل منه دوت، وما يكونش نفسه شايله من الاكل وهو بياكله. هسيبكم بقى مع اللقطات اللي موجوده في المطعم، لان الفيديوهات اللي احنا مصورينها في المطعم كتير. عايزين تتفرجوا على الاصناف المتنوعه الموجوده قدامكم ماشي، عايز تجرب فيديو ونخش على اللي بعده انت حر، علشان خاطر بس تشوف كل حاجه. فراخ يا جنى، فراخ هتقول يا محمد او سكنديش. بقول لك ايه، هم عندهم فرح النهارده صوابع زينب وكل حاجه. طيب بقى دول هيعملوا عليهم مليون. ايه عايزين تجيبوا ايه؟ عايزه فطيره ولا عايزه ايه؟
تاني حاجه بقى هنتكلم فيها وهو مروحنا للبحر هيكون عامل ازاي او للشاطئ. طبعا في ناس كتير اغفلت الكلام ده في الفيديوهات بتاعتها، ولكن عايزين نفهمكم، وده التركايه اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول خالص وقلنا ايه موضوع ابو فرح ده اللي احنا قلناه. وطبعا ده كلامنا دلوقتي هيكون على الاتوبيسات بتاعه النقل الداخلي اللي موجوده جوه الفندق، لان المساحات في الفندق كبيره جدا. الباصات اللي موجوده قدامنا دي او الاتوبيسات اللي موجوده قدامنا دي تقريبا الفندق مستاجرها من شركه رحلات ولا حاجه اسمها ابو فرح. فزي ما انتم شايفين في حوالي 3 4 اتوبيسات شغالين، دول رايحين جايين على الشاطئ وعلى الاكوا بارك من اول النهار لحد الساعه تقريبا 6 او 6 ونص. بيحملوا الناس من الفندق نفسه ويمشوا داخلي، لان المساحات جوه كبيره جدا، لحد ما يوصلوا لحد الاكوا بارك ولحد الشاطئ. طبعا في تعليمات هتلاقيني صورت الورقه بتاعتها على الباب الاتوبيس من الاول، والتعليمات دي بيقال ان هي جايه من الريسبشن بتاع الفندق، ان ممنوع اي حد من الجست يركب الاتوبيس وهو جسمه مبلول. فطبعا دي كانت نقطه من النقط السلبيه اللي كانت موجوده قدامي، وان انا طبعا عملت بسببها مشكله مع قائد الاتوبيس في الاول، وهو ان رفض ان انا اركب الاتوبيس انا واولادي واحنا طالعين من البحر. طبيعي انت راجل رايح تاخد ناس طالعين من البحر وطالعين من الاكوا بارك بعد ما الاكوا بارك والبحر قفلوا بالظبط، فبالتالي انا مش هتنيني قاعد في الشارع استنى لما انشف عشان خاطر حضرتك تاخدني ترجعني لحد الفندق. فطبعا ركبت الاتوبيس واجبرته ان هو يمشي بينا بالمنظر ده، وطلب طبعا ان احنا نحط تحت مننا مشمعات او اكياس بلاستيك عشان خاطر من عشان خاطر من الكراسي ما تتبلش. وطبعا رحنا للفندق ودخلت عملت شكوى بسبب الموضوع دوت. ولما عملت شكوى في الموضوع ده، اداره الفندق قالت ان هم مش قايلين كده خالص، مع انهم هم حاطين ورق فعلا على الاتوبيس ان الاتوبيس طبعا ممنوع حد يركبه هدومه مبلله. طبعا الكراسي بتاعت الاتوبيس كراسي قماش، وانا طبعا قلت لهم يا جماعه حل بسيط جدا، الكراسي دي كلها ممكن تاخد تلبيسات جلد، هتبقى سهله جدا لو واحد هدومه مبلوله يقدر يركب الاتوبيس. طبعا الاتوبيس المده بتاعته اللي بياخدها من عند باب الفندق لحد ما يوصل للشط هي 3 دقائق بالظبط، واللي احنا مصورينه ده هو تصوير فعلي من شباك الاتوبيس من اول الفندق لحد الشط، عشان كل واحد يبقى عارف الرحله قد ايه بالظبط ويقدر ياخدها على رجليه. ولكن في ظل الحر وفي ظل الشمس المحرقه اللي بتكون موجوده، صعب ان انا اقدر امشي مشوار زي ده على رجلي من الفندق لحد الشط او لحد البلاج. بس طبعا عايز برضو اقول نقطه، ان طبعا احنا بالنسبه لنا في هناك عندنا على البلاج البوفيه التاني اللي بيكون موجود، وهو متاح فيه السناكس ومتاح فيه الاكل والشرب من الساعه 11 تقريبا لحد الساعه 5، وبعد كده بيقفل تماما. طبعا البلاج ممنوع انك تخشه من بعد التوقيت اللي بتقفل فيه الاكوا بارك، وبيقفل فيه الشط اللي هي الساعه 6 او 6 ونص تقريبا. حتى لو انت حاولت بالليل تطلع تقعد على البلاج كنوع من انواع الواحد يعني يروق باله كده ويقعد يشوف يسمع صوت البحر والكلام ده كله، للاسف ممنوع خالص. وده طبعا شيء مش كويس خالص، لان طبعا اي فندق تاني بيسمح لك انك تخش وتقعد على البلاج وتستمتع بهواء البحر بالليل، لانك الصبح طبعا الدنيا بتبقى حر والهواء بيلسع، فبالليل طبعا بتشوف النسمه الحلوه وبتسمع صوت البحر وتشم ريحه البحر بتاعت بالليل دي. فللاسف ده ممنوع في الفندق ان يتعمل بالليل، وده شيء طبعا مش عاجبني خالص ومش مش ظريف خالص. في نفس الوقت الاتوبيسات نفسها بتفكرني كده باتوبيسات المشروع او اتوبيسات ارض اللواء، فبالتالي ما بتبقاش حاجه ادميه ومش حاجه ظريفه خالص. وطبعا انا وجهت الكلام ده لاداره الفندق وقلت لهم يا جماعه انتوا لو خليتوا الفقره دي على شكل طفطف نقدر الناس ان هي تركبه ويروح ويجي بيها، شكل قطر ظريف كده، الاطفال يفرحوا بان هم في وسيله انتقالات او فقره بتتعمل جوه الفندق كده، قطر رايح جاي في الفندق الاطفال بيركبوه يروحوا بيهم البلاج ويرجعوا البلاج. هيبقوا الاطفال مبسوطين جدا والكبار هيبقوا مبسوطين جدا، وحاجه شكلها ادمي وظريف. نيجي بقى للحته المهمه قوي في الفيديو، وهي منطقه الاكوا بارك والالعاب المائيه والبلاج. طبعا انا بالنسبه لي الموضوع ده مهم جدا، وبقيم الفندق من ناحيه اهم حاجه الاكوا بارك، لان طبعا احنا بالنسبه لنا في النوادي بتاعتنا متوفر البسين، وده سهل جدا، مش هضرب مشوار 500 كيلو علشان انزل ميه بسين طبعا ابدا نهائي. وبالتالي فانا المكان بالنسبه لي تقييمه من خلال الاكوا بارك نفسه. طبعا انا كنت سمعت في فيديوهات ان احنا في عندنا هناك 25 لعبه و22 لعبه و23 لعبه، كل واحد في فيديو بيقول حاجه، ولكن هقول لكم جدا تفصيله الالعاب اللي موجوده هناك. طبعا زي ما انتم دخلتوا كده في الوش الثلاث زحاليق الكبار اللي موجودين في وشكم دول، وفي معاهم واحده رابعه، والواحده الرابعه دي متوقفه تماما، وده لان حصل منها بعض مشاكل الناس اللي هي بتكون عامله زي الاسانسير اللي بيقفل ده، وفي نفس الوقت اللي فيه بينزل بسرعه جامده جدا، وقالوا ان في ناس حصل لهم مشاكل في الزحليقه دي فبطلوا ان هم يستخدموها، فدي هنطلعها من العدد بتاعنا. بعد كده في عليهم تقريبا كمان 6، فاحنا بنتكلم ان توتال الزحاليق اللي موجوده هنا فيما يخص الكبار من 8 ل 9، مش اكتر من كده خالص. بعد كده وده الاهم، منطقه الالعاب المائيه الخاصه بالاطفال
او الاكوا بارك بتاعه الاطفال، ودي صراحه جميله جدا. يعني نقدر نقول ان هي اكوا بارك مجمعه ما بين الكبار والصغيرين بالنسبه للناس اللي بتخاف من الاكوا بارك وما يقدروش يركبوا الاكوا بارك اللي بيطلع لها من الدور السابع والدور السادس وكلام زي كده، لان الاكوا بارك هناك عاليه جدا جدا جدا. فدي هتبقى مميزه وكويسه بالنسبه لهم، خاصه بالنسبه للامهات معاهم الاطفال الصغيره، ممكن ما يكونش عندهم استطاعه او خوافين شويه ان هم يطلعوا يركبوا الاكوا بارك الكبيره، فهيكونوا مستمتعين مع الاطفال قوي. انا شخصيا لما جربتها سبت الاكوا الكبيره فكنت قاعد مع الاطفال وبنزل معاهم في الاكوا الصغيره دي، ومعظم اولياء الامور عملوا كده، لان فعلا الاكوا بتاعه الاطفال ممتعه جدا 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 ومميزه جدا جدا جدا، تحفه بجد. نيجي بقى لبحر الامواج الصناعيه، وده طبعا من الحاجات اللي في ناس كتير قوي بتحبها والاطفال بيحبوها، خاصة ان هو بيوفر عليهم مروحة الشاطئ وبهدلة الرملة والكلام ده كله، بيديهم المعايشة اللي هي اكنك نزلت البحر بس بنظافة شوية من غير رمل والكلام ده كله. ولكن في مشكلة في المكان ده انه ما بيشتغلش غير من الساعة 5 ل 5 ونص فقط لا غير، وطبعا واضح انه في بعض المشاكل في المواتير بتاعة الامواج الصناعية، لان المكان الامواج بتاعته تقريبا بتحسهاش، يعني شغال زي ما مش شغال. طبعا في مشكلة برضو في المكان ان طبعا معظم المكان كله وبالاخص مكان الامواج الصناعيه مفيش كراسي او قعدات موجوده عليه ولا شماسي خالص للناس، فانت مطلوب منك عشان خاطر ابنك او بنتك او اطفالك ينزلوا في مكان زي ده وتقعد انت تستناهم بره، انك تقعد على الارض في مكان الشمس فيه محرقه، لا في شمسيه بتضل عليك ولا في كرسي تقعد عليه. طبعا حوالين الاكوا بارك في بعض الشازلونجات اللي موجوده، ولكن بنسبه 50% او اكتر من 50% بدون شماسي، فبالتالي برضو انت في شازلونج متوفر ليك ولكن محتاج انك تقعد في الشمس المحرقه. هنيجي اخر حاجه بقى بالنسبه لنا وهو الشاطئ. الناس كتير كانت بتتكلم عن ان الشاطئ صخري او كذا او بتاع او الكلام ده كله، طبعا انا مصور الشاطئ لحد الرمله بتاعته، هو الشاطئ بتاعنا رملي ولكن في بعض الشعب المرجانيه اللي موجوده اثناء النزول للميه، وبالتالي وانت نازل لازم تحاول تتفادى الحاجات دي، او وانت باصص بعينك هيبان قدامك الاراضي اللي فيها الصخر والاراضي اللي ما فيهاش الصخر. في اماكن كتير ممكن تبقى ماشي منها رملي تماما، وفي اماكن ممكن يقابلك فيها بعض الشعب المرجانيه وانت ماشي، وبالتالي تقدر انت تتفاداها. وفي ناس من الناس اللي بتحب الدايفنج ممكن في الحتت دي ينزل كده يغطس ويبص بصه او يصور له شويه لقطات مع الاسماك او يصور الشعب المرجانيه ويطلع بشويه قواقع وبتاع وكلام زي كده. وفي ناس بتحب تنزل طبعا في الاماكن الرمليه الصرف بحيث يكون بعيد عن الكلام ده. طبعا وزي ما احنا قلنا المكان ده فيه البوفيه التاني، وهو البوفيه اللي معمول للسناكس وبيكون مفتوح من الساعة 11 ولحد الساعة 5 ونص تقريبا. طبعا البوفيه دوت بيكون فيه وجبات ولكن مش بنفس الكم ومش بنفس التنوع اللي موجود في البوفيه اللي موجود في الفندق، ولكن طبعا بالنسبة لناس كتير هيبقوا طبعا مبلولين وعايزين يكملوا اليوم بتاعهم في البحر او في الاكوا بارك، فاسهل بالنسبة له ان هو ياكل هنا، حتى لو هتبقى الوجبات بتاعته متوسطة ولكن مش نفس الوجبات اللي موجودة في الفندق، فهو ممكن يكون افضل بالنسبة له. هيلاقي المشروبات بتاعته، هيلاقي الاكل بتاعه، هيلاقي البطاطس وهيلاقي الفراخ وهيلاقي البيتزا وهيلاقي كل حاجة، وهيلاقي قعدات محترمة ومكان كويس جدا تقدر تقعد فيه برضه عشان خاطر تتناول الاكل بتاعك. هيبقى اوبن اير طبعا، مكان مش مقفول ولا فيه تكييفات ولا كلام زي كده، وبالتالي هيبقى مؤدي الغرض الى حد ما. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب اكون قدرت افيدكم واخليكم تقدروا تقرروا بالظبط هل الفندق ده هيكون مفيد بالنسبة لكم او لا. يا ريت لو في اي استفسارات تانية، مع ان احنا قلنا كل حاجة تقريبا في الفيديو، حطوها في الكومنتات تحت وهيتم الاجابة عليها ان شاء الله. واشوفكم في الفيديو الجاي، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.